السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مساء الأخبار. تحياتي لكم متابعين في هذا الفيديو. هنتكلم مع حضراتكم على شيء مهم جدا حصل خلال الدقائق اللي فاتت، والحاجة اللي كانت شاغلة بال العالم كله والدول المطلة على البحر المتوسط من الأصوات اللي سمعوها واللي قالوا القبطان المصري نور. وهل ده حقيقي؟ طلع ده حقيقي بالفعل، ووضح ده خبير في المناخ اسمه الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ والبيئة. حذر واتكلم ايضا وطمن الناس. حذر من ايه وكلم الناس على ايه؟ وايه دخل ليلى عبد اللطيف في هذا الموضوع؟ هقول لك، لان الموضوع شائك جدا وحساس ولازم تسمع كل كلمة فيه للنهاية. زي العادة قبل ما نبدأ لا تنسى ذكر الله، دوس اعجاب للفيديو، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات، ولا نبدأ على بركة الله. ليلى عبد اللطيف طلعت ببعض التوقعات اللي كلمت فيها عن البحر المتوسط، وحددت كمان الدول، وهقول لك قالت ايه، وهقول لك ايه اخر الانباء والاخبار، ومجموعة جديدة من التوقعات اللي قالتها ليلى عبد اللطيف. هبدأ لك كده. قالت ليلى عبد اللطيف في هذا التوقع الغريب: أرى أن رقم الشخص المطلوب سيكون مغلق وخارج الخدمة، وصاحب هذا الهاتف ما بين مفقود أو مقتول أو مخطوف. فمن هو الشخص وما هي الجهة التي ستكون وراء خطفه أو قتله؟ وسنسمع عن وسائل الإعلام تحلل وتطرح الكثير من الأسئلة بدون ولا جواب، لأنني أرى الجواب سيكون في العثور على مكان هذا الهاتف. وهنا المفاجأة تكون في اكتشاف تلك الشخصية. للأسف الشديد سنشهد المزيد من انتشار الأوبئة الخطيرة والأمراض الغريبة في بعض الدول، وسنرى مدينة كأنها مدينة أشباح بسبب هذه الأوبئة. اسمع بقى التوقع اللي جاي ده: انفجار بركاني كبير بيضرب عمق البحر المتوسط ويسبب موجات تسونامي تطال عدة دول، ومن بينها اليونان، قبرص، تركيا. وهذا الخطر من عمق المتوسط سيهدد تونس، المغرب، اسبانيا، فرنسا، وايطاليا، واكثر من دولة عربية على خط البحر المتوسط. وقد يطال هذا التهديد للأسف الأردن، ليبيا، سوريا، فلسطين المحتلة. يعني ده فيما يخص التوقع بتاع البحر المتوسط. طب ايه اللي حصل خلال الساعات الماضية؟ تغيرات البحر المتوسط بتثير الجدل مرة تانية خلال الساعات الماضية. طمأن الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ والطاقة والبيئة، المواطنين بأن التغيرات التي يلاحظها البعض في البحر المتوسط كانحسار المياه أو الأصوات الغريبة لا تستدعي الذعر. يعني معنى كده هو بيأكد إنها حصلت. طمأن الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ والبيئة، المواطنين بأن التغيرات اللي بيلاحظها البعض في البحر الأبيض المتوسط كانحسار المياه أو أصوات غريبة لا تستدعي الذعر، مؤكدا أنها ظواهر موسمية أو مرتبطة بالتغيرات المناخية العالمية. يعني أنا بقول لك الفترة اللي فاتت كلنا قلنا لا ده الراجل ده بيعمل ترند، ممكن احنا قلنا ممكن ما أكدناش، وقلنا هو ممكن يكون شاف حاجات وليه ما صورهاش. انا واحد من الناس اللي قلت كده في قناة مساء الاخبار. لكن في الوقت الحالي انا بقول لك بقى ايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يكون متشاف. لا ده طلعت الناس المختصة وقلنا العلماء هم اللي يتكلموا عن هذه الموضوعات. يعني فعلا كان في اصوات غريبة وفي انحسار للمياه، وهنا ده اكد عليه وطمئن الدكتور تحسين شعلة أنها ظواهر موسمية أو مرتبطة بالتغيرات المناخية، وانحسار البحر ليست مؤشرا على تسونامي. وأكد الدكتور شعلة خلال برنامج اسمه صباح البلد أن انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط في هذا التوقيت من العام أمر متكرر وينتج عن ظاهرة من المد والجزر، ولا علاقة له بأي نشاط بركاني كبير قد يؤدي إلى تسونامي، حيث لم تسجل المنطقة زلزال تفوق عن 8 ريختر منذ عقود. وأوضح خبير البيئة أن موقع البحر المتوسط عند التقاء ثلاثة صفائح تكتونية بيجعله عرضة لهزات يومية تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات ريختر، وهو ما يعد ضمن المعدلات الجيولوجية الطبيعية. نادرا ما تصل الهزات إلى 6 درجات. يعني من الآخر علشان الناس تطمن، هو الراجل بيقول فعلا احنا شفنا الأصوات
هو ما قالش احنا شفنا، ولكن بيقولك ان وجود الاصوات ده حاجة عادية، وانحسار المياه ده حاجة عادية علشان التغيرات المناخية. معناها ايه؟ معناها ان ده وارد وبيحصل في البحر المتوسط، ولكن لأول مرة بيتم رصده يعني بالفعل. وده اللي انا شايفه بصراحة. قالت ايه ليلى عبد اللطيف تاني فيما يخص هذا الشأن؟ لان الموضوع يعني في ناس كتير حتى هذه اللحظات شايفة ان توقع انفجار بركاني كبير بعمق البحر المتوسط وبسبب موجات تسونامي تطال عدد من الدول. شايفة هذا التوقع من ليلى عبد اللطيف فيه مبالغة، بتقول هي فيها مبالغة، ولكن كل التوقعات اللي قالتها ليلى عبد اللطيف واحنا شفناها واتقال ان فيها مبالغة، هذه التوقعات بتتحقق تدريجيا. شوف بقى قالت ايه كمان: أقنعة وبدلات خاصة بتظهر في بعض دول العالم التي أراها بتتعرض لموجة من انتشار الحشرات السامة القاتلة بأعداد مخيفة، وهذه الأقنعة والبدلات مصممة خصيصا للحماية من هذه اللدغات السامة. وسنرى الطائرات في سماء أكثر من دولة لرش مبيدات لقتل هذه الحشرات. فضائح كبيرة قد تطال شركات كبيرة في صناعة الأدوية بالعالم، مما سيكشف خطورة بعض الأدوية على الناس قبل وقوع الكارثة ويتم سحبها من الأسواق وإتلافها تحت إشراف المنظمات الصحية والقضاء. وسنسمع تحذير منظمة الصحة العالمية، وهذا التحذير لعدم استعمال هذه الأدوية الفاسدة، وخسائر فادحة هتطال هذه الشركات بسبب هذه الفضيحة. اسمعوا بقى، ربنا يبعد عننا وعنكم كل هذه الأمراض. الالتهاب الرئوي سيظهر بشكل لافت في هذا العام، وقد يسبب أعداد كبيرة من الإصابات وحالات وفاة ويهدد حياة الناس من جراء انتقال العدوى السريعة، وكل ذلك بسبب الصقيع القادم في الشتاء القادم. وأوبئة وأمراض معدية بتنتشر في عدة مدن ودول، بالأخص تايلاند، إثيوبيا، الفلبين، نيجيريا، نيبال، السودان وباكستان وأفغانستان. وتهديد هذه الأوبئة سيصل إلى حدود أوغندا في قلب الكونغو. سنشهد ولادة حلف ناتو عربي بيتألف من جيوش عدة دول عربية بارزة ويتدخل لحل الأزمات، وخاصة عند ظهور بوادر من الخوف والقلق من اندلاع حرب مذهبية طائفية في المنطقة. وهنا سنرى قوات هذا الحلف العربي من أغلب القيادات السنية والشيعية الحكيمة بيتصدر واجهة الأحداث القادمة لمنع حصول هذه الفتنة. طبعا في توقعات تانية ليلى عبد اللطيف ذكرتها، والناس اللي بتقولوا ما بتتكلموش ليه عن اليمن، بالعكس احنا كل حبنا لشعب اليمن، الشعب القوي، الشعب المقدام اللي أفعاله هي اللي بتتكلم عنه. قالت حتى اليمن في هذا العام ستواجه غضب من الطبيعة، ممكن زلزال أو شيء من بركان أو شيء من الطبيعة سيكون مخيف، كما أرى زلزال يضرب الصومال وبشكل كارثي وكبير. وحرب اليمن سوف تشعل حروب البحر، والتسوية آتية وقادمة، والبحر الأحمر يستعيد الأمن والهدوء، ولكن بعد أحداث خطيرة ومشاهد قاسية جدا وحالة من الغليان وضرب من اليمن إلى إيلات، والعدو الإسرائيلي سيكون في قلب هذا الحدث. وأظن أن ده تحقق بنسبة 100%. أظن أن هو تحقق بنسبة 100%. تونس، الأحداث والأزمات المؤسفة تتفاقم في تونس في هذا العام، وسيكون قاسي على الأجواء التونسية وخاصة السياسة والاقتصاد. والتغير الكبير في تونس أراه أصبح ضرورة وواقع لا محالة، وبتشهد تونس احتجاجات عارمة بتطالب بالتغيير وإسقاط النظام. وأرى الرئيس قيس سعيد في حالة إرباك شديد، ورئاسته على المحك، الرئاسة بتاعته على المحك. كارثة طبيعية تقترب من الأجواء التونسية، والله الحامي. طيب في توقع تاني ليلى عبد اللطيف كده قالته، وانا عايز بس الناس تركز معايا في هذا التوقع علشان التوقع ده مهم جدا. سماحة السيد مقتدى الصدر أراه في دائرة الخطر، وبتقول له ينتبه على أمنه ويرجى منه الحيطة والحذر. وأرى انقلاب دموي في العراق يؤدي إلى ولادة حكومة جديدة، وعندي خوف كبير من حصول عملية اغتيال بتطال عدة شخصيات وتصفيات جسدية من الصفوف الأولى. وبعد كل هذه الصعوبات والخطر سنرى انتخابات
رئاسية جديدة وولادة حكومة عراقية جديدة خلال المرحلة المقبلة. أنا أتمنى أن يحدث الخير لأهلنا وإخواتنا يعني في العراق الشقيق. ودولة العراق هي دولة يعني الرجال، وأنا بكن لأهل العراق كل الحب والتحية. وقالت كمان: في دائرة الخطر منه اتخاذ الحيطة والحذر، وأرى انقلاب دموي في العراق. قالت: أرى انقلاب دموي في العراق يؤدي إلى ولادة حكومة جديدة. هل ممكن يحصل انقلاب في العراق؟ في دولة عربية زي العراق، دولة محترمة، وأنا عارف إن العراق بيعاني كل المعاناة، ولكن هو ثابت وقوي بإذن الله. أرى في المملكة العربية السعودية وجوه حالية بتغيب عن المشهد العام، ووجوه جديدة بتظهر في الصورة وبأمر ملكي. وسنشهد البحرين في تغيرات جذرية، وما أراه يجعلني أشعر بالقلق. سمو أمير دولة البحرين بيشكل الحدث. سنشهد انسحاب مفاجئ وغير متوقع للبوارج والسفن الأمريكية في عرض البحر الأحمر. والحرب الأمريكية اليمنية سوف تتصدر العناوين الإخبارية وبشكل متصارع، وما أراه يحدث من هذه الحرب إلا البداية. أما المفاجآت والتطورات العسكرية القادمة على هذه البلد، طبعا يعني إحنا بنشوف في هذا الوقت أشياء كثيرة بتحصل من توقعات ليلى عبد اللطيف. وحالة الانقلاب اللي موجودة في العراق، هل الانقلاب ده موجود ولا لسه ما جاش دوره؟ العراق فيها تغيرات، السعودية فيها تغيرات للأفضل، بعض الدول العربية. وعايز أقول لكم إن الموقف العربي، أنا شايف كده، معرفش أنت بتأيدني ولا لا، أنا شايف إن الموقف العربي في هذا التوقيت هو واحد من أشد المواقف في العالم. فبس عشان تبقوا انتوا معايا في الصورة، في مواقف كتير جدا للدول العربية لإخواتنا في الأيام اللي فاتت والأيام اللي احنا فيها. أنا شايف إن دي من أكتر الأيام بإذن الرحمن، يعني اللي هيكون فيها تغيرات جذرية لدولنا العربية. في بعض التطورات حصلت، زي حكومة الاحتلال بتبحث رد حماس في اجتماع حاسم قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن. وفي بعض الأخبار والأنباء الجديدة عن إخواتنا وعن الشهداء في غزة وفي بعض الدول العربية. فنتمنى الخير والسلامة لكل أحبائنا في الدول العربية وكل الأبرياء في جميع أنحاء العالم. في نهاية هذا الفيديو كل اللي مطلوب منك اذكر الله، دوس إعجاب لهذا الفيديو، حبيت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. أنا بتشرف بكل إخواتي وكل أحبابي في جميع الدول العربية، وإحنا بنوجه لكم كل الحب والتحية. وفي الأول وفي الآخر لا يعلم الغيب إلا الله. حتى ليلى عبد اللطيف بنفسها بتقول إمتى وكيف وإزاي، توقيت بإيد رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.